بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي الكرام، مساء الله عليكم ومرحبا بكم في قناة زكريا الصافي للاستشارة وحلول. متتبعي الكرام، علاش فقدنا الثقة في أقرب المقربين؟ علاش ما بقيناش نخلي وليداتنا يمشيو مع أحبابنا ومع أصحابنا؟ علاش الدنيا تقلبات؟ علاش الموازين تخربقات؟ متتبعي الكرام، المحكمة ما تترحمش الناس اللي تيغتصبوا او المجرمين الاغتصاب. هذه الحلقه ان شاء الله غنتكلموا على جريمه هتك العرض، هي من اخطر الجرائم في تاريخ البشريه. متتبعي الكرام، ما معنى هتك العرض حسب القانون الجنائي المغربي؟ هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياة يمس جسم الضحيه، اما بالكشف او لمس العوره. كيفاش يتم هتك العرض؟ اما بالتهديد او بالعنف، وماشي ضروري يكون فيه العلاج. اما العقوبه بهذا الفعل تتبدا مع عامين حتى ل5 سنين ديال الحبس حسب الشخصيه ديال الضحيه والحيثيات وظروف الواقعه، طبقا الفصل 484 من القانون الجنائي. ما هي العقوبه المشدده لهذا الفعل الجرمي؟ تترتفع العقوبه بهذا الفعل هتك العرض اذا كان هناك عنف ضد الضحيه ونتج عن هذا الفعل افتضاض البكاره، او اذا كان شي واحد عاجز عن المقاومه، ما يقدر يهضر، ما يقدر يهرب، ما يقدر يدير حتى شي حاجه، او اذا كان معاق، او اذا كان معروف بضعف قواه العقليه، او اذا كان من الاصول، اذا كان بنت وقع له هذا الشيء مع باها، او اذا كان ولد وقع له هذا الشيء مع يماه، او اذا كان شي واحد عنده سلطه على ديك الضحيه. وهنا المشرع رفع العقوبه ديال جريمه هتك العرض من 5 سنوات الى 30 سنه حسب الفصول المتابعه، الفصل 471 والفصل 485 والفصل 488 من القانون الجنائي. متتبعي الكرام، هذه الجريمه راها خطيره، ويقدر الانسان ما يتعرض لهاش، ولكن يقدر ينتقم منك بهذا الفعل هذا، لان الاثبات تتجلى في التصريحات. ماشي ضروري الضحيه تدلي بشهاده طبيه، ولكن اذا كان قاصر او كانت الضحيه تتعيش واحد المستوى اجتماعي عالي، تقدر تنتقم من المتهم وتحط عليه هذا الباطل، لان معظم الضحايا هاد الناس سببهم الانتقام. شحال من واحد تيقول لك فلان الفلاني مشى لي لولدي او مشى لي لبنتي، وتتقلب على الحقيقه تتلقى عنده حساب قديم، لان الركن المادي هنا هو لمس العوره والكشف عليها، والركن المعنوي هو القصد الجنائي. هنا المحكمه تتبني المتابعه ديالها على هاد جوج الاركان، فلهذا راه بزاف د الناس مشاو ضحايا على ناس خد اخرين. الله ينجينا وينجيكم من الباطل. متابعي الكرام، نتمنى من الله الفكره تكون وصلتكم، واللي عنده شي حساب مع شي واحد يخرج له ديريكت، يخلي العائله ويخلي الوليدات، لان اللي زرع شي حاجه راه تيحصدها في التالي. نتمنى من الله شي ناس يغيروا العقليه ديالهم، ونتمنى من الله شي ناس اللي مولفين تيديروا هذا الفعل باش يشدوا الفلوس من عند عباد الله، لان هي جريمه خطيره، عكس جريمه ديال الاغتصاب اللي هي تتوفر فيها الركن الاساسي هو عدم الرضا. اذا خص يكون العلاج ويكون عدم الرضا او عدم موافقه الضحيه من اجل ممارسه الجنس، لان شحال من واحد لا تعرض فعلا لهتك العرض راه تيولي مريض، وهو تيولي مارس هذا الشيء على ناس اخرين. متابعي الكرام، جريمه ماشي بالسهله، لان هي جريمه
ماشي كالباقي الجرائم خصها شهود وخصها كذا وخصها كذا، ولكن انا قلت لكم تتوفر على الركن المادي والركن القانوني، وهاد الجوج الاركان هما اللي تيساعدوا بصفه مباشره الاعتقال ديال الجاني. الله ينجينا وينجي وليداتنا ويبعد علينا كل شر بحكم الظروف الاجتماعيه وبحكم الغلاء المعيشي، ولات الناس تتقلب على الفلوس باي طريقه. مستمعي الكرام، نتمنى من الله تكون الفكره وصلتكم، ونتمنى من الله شي خربقه يغيروا من العقليه ديالهم، لان اليوم الدنيا وغدا الاخره. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.